مرحبا تان ليبيا، تحياتي لكم. مرحبا للأولسن. اليوم احنا وين؟ في مرقد السيد إبراهيم السمين. هذا المرقد المليء بالذكريات والحب بين كل أهلنا في كل المكانات اللي كانوا يجون يزورونها من بغداد ومن ديالى ومن قضاء كفري وطوس وكركوك صلاح الدين. كان المكان مليء بالذكريات اللي كنا نعيشه، وكنا نيجي هنا من كافة الطوائف والقوميات. مكان كان أولا للأعياد والمناسبات والأعراس وحتى أعياد النوروز، وكانت الجدرية الظلمة دائما هنا حاضرة، وحتى السماور كان مليان المكان، وتلقى بالمكان بأطرافه يفوح منه أنواع رائحة الأكل. كونوا ويانا بهذا التقرير مع أحمد كفري. نظري إلى وجه الحبيب نعيم، نظري إلى وجه الحبيب نعيم، وفراق من أهوى علي عظيم. يا زارع الريحان حول خيامنا، لا تزرع الريحان لست تقيم. لا تحسبوا كل من ذاق الهوى عرف الهوى، ولا كل من شرب المدام نديم، ولا كل من طلب